القرد الظريف ده في الحقيقة اسمه القرد الذهبي ذو الأنف الأفطس. رغم إن شكله ممكن يفكرك بأسطورة ملك القرود، بس شخصيته مختلفة تماما. هو هادئ جدا ولطيف، وودود جدا مع الناس. عمره ما بيتخانق أو يخطف الأكل من حد. لو حد غريب اداله أكل، بيمشي بهدوء وبياخد بأدب من غير صوت. قرد مؤدب جدا، ولو مديت إيدك ممكن يشاركك الأكل اللي معاه. ولو ما عندوش حاجة يديها لك، ساعات بيشيلك شوية من فروته ويديهم لك. أكتر حاجة بتخليه محبوب هي طريقة أكله. دايما قاعد بهدوء بياكل على مهل. طب هو ليه لطيف كده؟ جزء من السبب بيرجع لطريقة تكاثرهم. هما مش بيتجوزوا بشكل فردي زي البشر، والإناث دايما بيبقوا مركزين في تربية أولادهم، وده بيخليهم حنينين وطيبين أكتر. كمان هنا عايشين في جبال عالية وسط الضباب، بعيد تماما عن الناس. ما شافوش قسوة الحياة اللي احنا بنعيشها، وعشان كده فضلوا بطبيعتهم البريئة النقية. وأخيرا، لو جاتلك فرصة إنك تربي قرد كيوت زي ده، ممكن تربيه ولا تسيبه في الطبيعة؟ مستني رأيك في الكومنتات. وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.